والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي المحلل السياسي دكتور إيدي كوهن. أهلا بك دكتور إيدي معنا. يعني دكتور إيدي، أنت شاركت في هذا المؤتمر، لتحدثنا يعني كيف تم استقبالك في هذا المؤتمر، لا سيما وأنك إسرائيلي. نعم، يعني لا علاقة لجنسيتي أو ديني بقضية أنا أتعاطف معها، وهي مش بس هذه القضية، قضية القبائل، في قضية الأكراد أنا متعاطف معها كمان. لكن ما يحصل الآن شيء رهيب. السلطات الجزائرية في العامين الأخيرين تقتل، تخطف وتقمع المئات من المناصرين لهذه القضية في الجزائر. وهذا كان عنوان هذا المؤتمر الذي كان في باريس ب15 الشهر، وأنا باركتهم وأرسلت تبريكات، ونتمنى أنه يعني يكون في تقدم بهذا الموضوع. هذا موضوع مهم جدا، والسلطات الجزائرية يجب أن تعاقب، وعلى دولة القبائل أن تتأسس وأن تقوم إن شاء الله في أقرب وقت. يعني أنت تقول أنه لا علاقة للديانة أو يعني انتمائك لمشاركتك في هذا، ولكن أنت ذكرت وأنا ذكرت بأن الجزائر تعتبر هذه الحركة على أنها إرهابية. يعني مشاركتك أو مشاركة إسرائيليين في هذا المؤتمر ألا تعزز الفكرة أن الحركة تتلقى دعم من إسرائيل، وكما يتهمونها أو كما تقول الجزائر أن هذه القبائل وهذه الحركة هي حركة صهيونية؟ لا، هذا كلام لشيطنة هذه المنظمة. أول شيء المؤتمر كان بباريس، يعني في باريس في أوروبا سيدتي. يعني لو كانت منظمة إرهابية كانوا اعتقلوها. هذه هي حكومة دولة القبائل في المنفى، ورئيسها منهي فرحات. وهذا المؤتمر جدد ولايته لفخامة الرئيس، نعم، في المنفى. والسلطات الجزائرية حاولت أكثر من مرة اعتقاله وقتله. الجزائريين كمان حاولوا منذ بضعة أشهر خطف من تركيا الإعلامي أنور مالك، هو كمان ساكن في باريس. السلطات الجزائرية تخدع كل العالم، بتقول لهم بدي حرر فلسطين، لكنها هي تقمع شعبها الجزائريين والأمازيغ. وهذه هي حقيقة واقعة لا يمكن أن نتجاهلها. ونعلم أيضا أن الجزائر تدعم قضية الصحراويين وتقف يعني إلى جانب جبهة البوليساريو. ولكن لتحدثنا عن أهمية دكتور إيدي هذا المؤتمر بالنسبة للحركة، يعني ما الذي يتم طرحه وما هدفه؟ يعني بعد 3 سنوات من كورونا ما كان في مؤتمر، وهذا المؤتمر كما أسلفت من قبل جدد ولاية، أعتقد الولاية الخامسة للمؤسس فخامة الرئيس مهنا فرحات. وأول شيء كمان كان فرصة لرص الصفوف بين كل دولة القبائل وبين الناشطين، وكذلك عملوا خطة عمل للسنة المقبلة. بتعرفي نحن هنا يعني أمام دولة إرهابية. يعني أنت لست ضد منظمة أو شخص، هؤلاء يكافحون من أجل حرية واستقلال، وهناك دولة كبيرة مثل الجزائر تقمعهم. عندهم خطة عمل، وفي الشتات الكثير من يعني المناصرين لهذه القضية يحشدون تعاطفهم، وإن شاء الله سوف يتركزون ويدفعون إلى الأمام هذه القضية. يعني بكلمتين،